السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا بالأمس عند الفرق بين الوقف والسكت والقطع، وقلنا بأن الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، هذا اسمه وقف. ومن يريد أن ينهي القراءة يعني يقطع القراءة، القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية الإعراض عن القراءة، يعني الإعراض عنها إلى شيء آخر. وأما السكت فهو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة، يعني أقل من التنفس. التنفس هكذا، هذا شو اسمه؟ تنفس، يأخذ نفسا هكذا. السكت زمنه أقل، السكت زمنه أقل من هذا، انتبهتوا؟ أقل بشوي، بنية استئناف القراءة. السكت بنية استئناف القراءة. لماذا قلنا على حرف قرآني ولم نقل على كلمة قرآنية؟ لأن بعض النقلة غير حفص طبعا، وحفص من طريق الطيبة نقلوا لنا السكت على ضمن الكلمة. عرفتوا كيف؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل، هل نقول على تس أنه قطع الصوت على كلمة قرآنية؟ ما نقول، لأنه تس ما هي كلمة، هي في منتصف الكلمة. لذلك نقول في السكت قطع الصوت على حرف قرآني. وكلمة حرف تشمل ما كان في وسط الكلمة وتشمل ما كان في آخر الكلمة، مثل عن أصحاب الجحيم. انتبهتم؟ طيب، هذا السكت اللي هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، موجود عند حفص في 4 أماكن من طريق الشاطبية. ما هما؟ أو ما هي بالأحرى، مو ما هما، ما هي؟ الأول على الألف من عوجة في سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. لماذا نسكت؟ لماذا رواها حفص بالسكت؟ قال حتى لا يتوهم سامع أن قيما صفة لعوجا. العوج يعني هكذا، هذا عوج. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم قال قيما، يعني الكتاب حالة كونه قيما، الكتاب قيم مو العوج. انتبهتوا؟ فلعل متوهم يتوهم لو قلنا ولم يجعل له عوجا قيما أن قيما صفة لمين؟ لعوجا، فلذلك رواها لنا بالسكت. انتبهتوا كيف؟ غيره لم يفعل هذا، غير حفص لم يفعل هذا أحد، وإنما لو وصلوا يقولون عوجا قيما لينذر. انتبهتوا؟ طيب، هل لازم أنا أسكت على عوجا؟ لا، لأنها رأس آية، لك أن تقف. الوقف على رؤوس الآية سنة. لك أن تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبتتنفس. بعدين شو بتقول؟ قيما لينذر، لأنها رأس آية كما نرى. شايفين؟ عوجا بعدها يوجد إيش؟ علامة رأس الآية. فخلاصة الكلام ليس الوصل ملزما أو لازما، لك أن تقف. هذا الشباك مفتوح. الثاني الألف من مرقدنا في سورة ياسين. هؤلاء الناس لما يبعثهم الله يوم القيامة
هذا يحدث معنا في الدنيا. ألا يحدث معكم أحيانا الواحد يستيقظ من النوم لا يدري كم الساعة، لا يدري هل الوقت ليل ولا نهار، بعد العشاء ولا بعد الفجر، ما فبيبقى فترة هكذا 5 ثواني 10 ثواني هو ضايع لحتى يأتي بالساعة وينظر ثم يبدأ. فهؤلاء يحدث معهم نفس الشيء. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فلما ينظرون يمين ويسار وينظروا الأحداث الهائلة التي تحدث يتذكرون كلام الأنبياء ويقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انتبهتم؟ أما إذا قلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قد يتوهم متوهم أن هذا إشارة للمرقد، وليست إشارة للمرقد، إشارة لما يجري في العالم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انتبهتوا؟ طيب، هل ممكن وقف على مرقدنا واتنفس؟ ممكن وقف. لذلك علماؤنا وضعوا عليها قلة. فينها هذه؟ من مرقدنا تجد عليها قلة، يعني يجوز الوقف والوصل، يجوز الوصل والوقف أولى. ليش أولى؟ لحتى يتفكروا. ويجوز للقارئ أيضا أن يقف على مرقدنا لتمام المعنى عنده. الثالث قوله تعالى وقيل من راق. فين؟ في سورة المطففين. لو وصلناها سندغم النون في الراء وتصير مراق. انتبهتوا كيف؟ مراق تشتبه بكلمة في اللغة فلان مرق يمرق. ما بتسمع بيقولوا المارقين، يعني الخارجين على القانون والخارجين، بيقولوا هؤلاء المارقين. من مراق يعني هذا الميت مراق، من المارقين. أو مراق يبيع المرق، المرق تبع اللحم يعني. انتبهتوا كيف؟ هكذا روى حفص وقيل من راق. انتبهتوا؟ لكن غيره لم يروي ذلك. وقيل من راق عادي. والموضع الرابع والأخير كلا بل ران على قلوبهم. بل أداة إضراب. ران يعني غطى. ران شو معناها؟ غطى. غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لأن المخالفات تغطي على القلب، نسأل الله العافية. لو وصلناها سندغم اللام في الراء فنقول بران. كلا بران. انتبهتوا كيف؟ فقد تشتبه بمثنى بر. بر وبر شو بيصيروا؟ بران. أو بران مثل بردان مثلا أو كذا، الألف والنون زائدة. فهذا جعل حفصا يرويها لتوضيح المعنى. كلا بل ران على وقيل من راق. انتبهتوا؟ بزمن لا يتنفس فيه عادة. إن سمعناها بدون سكت خطأ ولا صواب؟ صواب. انتبهتوا كيف؟ لكن على إما لحفص من طريق طيبة النشر أو لغير حفص، سنتدرب عليها مع بعض. ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له عوجا. هذا الوقف، هذا إيش اسمه؟ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. من بعثنا من مرقدنا. من بعثنا من مرقدنا. هذا وقف. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. وقيل من راق. وقيل
وقيل من راق. تعال اجلس هنا، تعال. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد تجدون في كتب بعض المعاصرين أن السكت بمقدار حركتين. مو صحيح، مو صحيح. ما قدر العلماء السكت بالحركات، وإنما قالوا دون زمن التنفس. دون زمن التنفس. بعض المعاصرين يتصرفون، خاصة أساتذة المدارس، أساتذة المدارس يتصرفون في العبارة، بيقول لك أنا أسهل على الطلاب. هذه السكتات الأربعة لا بد منها على رواية حفص من طريق الشاطبية. هناك سكتتان أخريان القارئ فيها مخير. الأولى آخر الأنفال وأول التوبة. نحن نعلم بأن سورة التوبة هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ليس في أولها بسملة، لا في المصحف ولا يبتدأ بها. فإذا أراد أحدنا أن يبدأ بسورة التوبة يتعوذ ويبدأ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله. انتبهنا؟ طيب، هذا إذا بدأ. فإن كان يريد أن يصل آخر الأنفال بأول التوبة ماذا يفعل؟ له واحد من ثلاثة أوجه. إما أن يقف، إن الله بكل شيء عليم، ويقف ويتنفس ثم يقول براءة من الله ورسوله. وإما أن يصل إذا عنده نفس، يلا إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. والوجه الثالث أن يسكت، يعني بدون تنفس. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. أي وجه من هذه الأوجه الثلاثة يفعلها الإنسان فهو صواب. واضح؟ الثانية في سورة الحاقة ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. رويت لنا هذه الكلمة بالسكت عليها إن وصلنا. لو وقفت وقف رأس آية. انظروا ماليه يوجد إيش؟ شو رقمها؟ 28. انتبهتوا؟ لك أن تقف وتقول ما أغنى عني ماليه وتتنفس ثم تقول هلك عني سلطانيه. ولك أن تصل أيوة، لما تصل عندك وجهين، واحد منهما افعل أيهما تحب. إما أن تدغم الهاء في الهاء لأنه التقى متماثلان، وإما أن تسكت بدون تنفس على الهاء الأولى. سنأتي بالوجهين. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. والثاني الإدغام. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. افعل أيهما تريد. تنبيه: حكم الكلمة المسكوت عليها كحكم الكلمة الموقوف عليها. لما نسكت على كلمة نعاملها معاملة الموقوف عليه. لذلك قلنا عوجا، ما قلنا عوجا. وقفنا بمد عوض، وهذا متى نفعله؟ في الوقف. مد العوض متى نفعله؟ وكان الله عليما حكيما متى نفعله؟ عند الوقف. فإذا نعامل الكلمة المسكوت عليها معاملة الكلمة الموقوف عليها، فنقول عوجا قيما. انتبهتوا كيف؟
فالوقف على عوجا هو عوجا بمد العوض، والسكت على عوجا هو عوجا بمد العوض كذلك. صعبة؟ هي تدربنا عليها منذ قليل. قلنا الأوجه الجائزة بين الأنفال والتوبة إما الوقف أو السكت أو الوصل. علامة السكت في المصحف وضع سين صغيرة فوق الحرف الأخير من بعض الكلمات يدل على السكت على تلك الكلمة حالة وصلها بما بعدها سكتة يسيرة دون زمن التنفس، وقد ورد ذلك عن حفص بن كذا كذا. الابتداء. حديثنا بالأمس كان عن الوقف، والقارئ لما بيقرأ يقف وإيش بيسوي كمان؟ ويبدأ، أليس كذلك؟ فقلنا بالأمس إن الوقف 3 أنواع: اختياري، اضطراري، اختباري. والاختياري نوعان: جائز وغير جائز. والجائز 3 أنواع: تام وكافي وحسن، وغير الجائز قبيح. انتبهتوا؟ هذا بالنسبة للغة. طب والبدء نفس الكلام سيأتي معنا بالتفصيل. ما أظن في كتاب من كتب التجويد فصل الذي فصلناه في التجويد المصور من حيث البدء. قال إمامنا الجزري رحمه الله: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. فبين إيش؟ أن الوقت. ثم قال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. ما بكفي الوقف، شو بده يعرف كمان؟ الابتداء. تعال يا أخي، تعال تعال في مكان. البدء أيها الإخوة، خليك معي ركز. البدء بدءان: بدء حقيقي وبدء إضافي. الحقيقي الذي لا يسبقه شيء. انتبهتوا؟ أنا بالآن بدي أقرأ إمامنا ولا الضالين آمين، ثم أريد أن أقول سبح اسم ربك الأعلى. فقولي سبح اسم ربك الأعلى هذا إيش؟ بدء حقيقي. انتبهتوا؟ لكن لو قلت سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، قولي الذي خلق هذا بدء لكنه إضافي، يعني إضافة لما قبله. ما معنى إضافي؟ مضاف لما قبله. انتبهتوا؟ سيأتي معنا بالتفصيل. أنواع الابتداء بتلاوة القرآن تماما كما فعلنا في الوقف: أن يكون اختياري أو إيه؟ ما في اضطراري. ما أحد يبدأ مضطرا. انتبهتوا؟ في حدا بيبدأ مضطرا؟ لا، يبدأ مختارا أو مختبرا. يقول له أستاذه: كيف تبدأ بكذا؟ للعلم، للتوسع في العلم. أما اضطراري ما في، اضطراري فقط في الوقف. إذن البدء الاختياري نوعان: ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. انتبهتوا؟ نرى على اللوحة ابتداء حقيقي وقع في أول التلاوة سواء في الصلاة أو آخرها. أول ما تقرأ هذا إيش اسمه؟ بدء حقيقي. ابتداء إضافي تقدمه تلاوة ووقف في المجلس نفسه. تقدمه تلاوة ووقف ويريد أن هذا اسمه بدء إضافي. واضح؟ طيب، البدء الحقيقي نوعان: يا جائز يا غير جائز. البدء الحقيقي أنا الآن بدي أبدأ، يا ببدأ بدء جائز يا ببدأ بدء غير جائز. البدء الجائز يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها. إذا كنت إماما لا تأتي بالقصة من منتصفها. عرفت؟ ولا الضالين، أنت عم بتصلي إمام آمين فلما أسلما وتله للجبين. مين هدول؟ مين اللي أسلما؟ وشو هتل؟ شو القصة؟ شو في؟
لا تأتي بقصة من منتصفها. قل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى، يعني ائتي بقصة من أولها. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى، ائتي بموضوع متكامل. وإلى عاد أخاهم هودا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. تأتي بموضوع متكامل. أما تدخل من منتصف القصة ما يصح. انتبهتوا؟ البدء التام الجائز، عفوا البدء الحقيقي يجب أن يكون بآية مستقلة فين؟ في المعنى. بينما البدء غير الجائز هذا يعني البدء من وسط موضوع يجعل السامع لا يفهم أول الكلام. وضح؟ قلنا بأن البدء الاختياري ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. الإضافي هذا جائز وغير جائز. الجائز تام وكافي وحسن، وغير الجائز قبيح. هذه المنطقة تشبه الوقف. هذه المنطقة تشبه الوقف. سنأخذها واحدا واحدا. حر هالأيام هذه، الله يجيرنا من نار جهنم، الله يجيرنا من نار جهنم. كان عليه الصلاة والسلام إذا يوم كان شديد الحرارة يقول لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم. انتبهتوا؟ لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم. البدء التام هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي، نحو البدء بأوائل السور، ونحو أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. والأفلا تذكرون متعلقة بما قبله، ثم بدأ موضوع جديد قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ما هذا البدء؟ تام. نبدأ بسورة من السور، ما هذا البدء؟ تام. تنبيه: في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام. واضح يا أخواننا؟ البدء الكافي هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي، نحو إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا. من حيث الإعراب في علاقة بين فقال الملأ الذين كفروا مع إني أخاف عليكم عذاب؟ ما في علاقة. لكن الموضوع نفسه ولا مو نفسه؟ نفس المواضيع، نفس القبيلة هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم، عاد أو ثمود أو قوم شعيب، نفسهم. انتبهتوا كيف؟ يصح في البدء الإضافي هذا البدء، ولا يصح في البدء الحقيقي. ما بيصير أنت ولا عم تصلي إمام ولا الضالين قالوا المصلين آمين تقول لهم فقال الملأ الذين كفروا. مين هدول؟ وشو القصة؟ ما بصير تدخل على الموضوع من منتصفه. انتبهنا؟ إذن البدء الكافي يصح وين؟ في البدء الإضافي. أنت عم تقرأ وقلت إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، ثم تتنفس ثم تقول فقال الملأ الذين كفروا. هذا البدء ما اسمه بدء كافي. البدء الحسن هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن البدء بها يعطي معنى تاما. قلنا تحت في أسفل الهامش المراد بالمعنى التام مجيء الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، أو المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، أو ما هو في تقديرهما ويؤول بالتأويل إليهما كنائب الفاعل واسم إن. طبعا هذا قصدنا بكلمة معنى تام. ويكون ذلك متى أبدأ بدءا حسنا؟ بعد وقف اضطراري،
يرجع القارئ قبله ليربط المعنى. نحو والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، ما عاد في نفس، وقفت أنا، كيف أفعل؟ أعود والذي جاء بالصدق، سأقع بنفس الأمر، سيضيق نفسي مرة ثانية. انتبهتوا؟ فنرجع بس أولئك، أولئك هم المتقون. انتبهتوا؟ هذا شو اسمه؟ بدء حسن. وضح؟ البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، إلى هنا يشبه البدء الحسن. والبدء بها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا، لا يصح البدء به إلا أن يكون رأس آية، نحو لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فقط يصح هذا لأنه رأس آية، فيبدأ به بدءا إضافيا فقط. ما بيصير الواحد يكون عم يصلي إمام ولا الضالين آمين يقول لهم في الدنيا والآخرة. إيش في بالدنيا والآخرة؟ هذا كلام ناقص. انتبهتوا؟ مثل فيبدأ. طيب، ومثال ما لا يصح البدء به مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فيقف ثم يقول فلما أضاءت ما حوله. هذا بدء قبيح. ليه؟ لأنه كما ذكرت منذ يومين ليس هذا مثلهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. مجموع هذا كله هو مثلهم. انتبهتوا كيف؟ فلو قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ووقف ثم بدأ فلما أضاءت ما حوله، هذا بدء قبيح. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. إيش هذه ما بعوضة؟ ما متعلقة بما قبلها لا بما بعدها. أن يضرب مثلا ما معنى قولهم ما؟ يعني شيء من الأشياء. أن يضرب مثلا من الأمثلة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثل من الأمثلة. أنا أقول لك أعطني شيئا ما، شو يعني؟ يعني أي شيء. انتبهتوا؟ فلا يصح أن يفعل ذلك. لو قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هكذا يفعل، ولا يقول ما بعوضة فما فوقها. انتبهتوا؟ نعم. هذا كله بدء قبيح. وضح الأمر؟ نعم. أمثلة على الابتداء الاختباري. هذا لما الأستاذ يقول للطالب من الطلاب كيف تبدأ بكذا. مثلا عندنا أيها الإخوة في اللغة شيء اسمه لام الأمر. شو اسمها؟ لام الأمر. أحيانا العرب يسكنونها، هي مكسورة، لكن أحيانا العرب يسكنونها للتخفيف، بيسموه التخفيف. مثل قوله في سورة الحج ثم ليقطع، لام ساكنة. طيب لو وقف على ثم وأراد أن يبدأ بدء اختباري، هل يبدأ بلام ساكنة؟ العرب لا تبدأ بساكن، يكسرها. ماذا يقول؟ ليقطع. واضح؟ إذن قولوا ورائي ثم ليقطع. ليقطع. وضح؟ وأصحاب الأيكة أيضا كتبت في المصحف هكذا. هذه الأيكة هي الشجر الكثير الملتف، أغصانه متداخلة، هذا اسمه أيكة. انتبهتوا؟ ففي منطقة قريبة من مدين اسمها الأيكة. انتبهتوا؟ سيدنا شعيب أرسله الله لأهل مدين
ولأصحاب الأيكة، أرسله إليهما معا. لكن شعيب من فين؟ من مدين. فلما يذكر وإلى مدين أخاهم شعيبا لأنه منهم. شو الآية الثانية تبع الأيكة؟ كذب أصحاب الأيكة المرسلون إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم لأنه ليس منهم. انتبهتوا؟ لما بيتكلم ربي عن مدين شو بيقول؟ أخاهم أو أخوهم. لما بيتكلم عن أصحاب الأيكة بيقول شعيب. وضح؟ طيب هذه كلمة الأيكة فيها قراءتان، الأيكة بلام التعريف في أولها، وفي ليكة، ليكة بلام مفتوحة وتاء مربوطة مفتوحة ممنوعة من الصرف، ليكة. فعلى نية ليكة كتبت هذه الكلمة بدون همزة في أولها، لكن حفصا يرويها الأيكة. انتبهتوا كيف؟ فإذا وقفنا قلنا وأصحاب، كيف نبدأ لحفص؟ الأيكة. فإن قال قائل يا أخي ما في همزة وصل، بقول له ولو هذه كتبت على إحدى القراءتين. انتبهتم؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذه في سورة الحجرات. هذه يبتدأ بها ولها شرح لا أريد أن أثقل عليكم به. يبتدأ بها الاسم بهمزة مفتوحة وبعدها لام مكسورة، الاسم، أو لسم بلام مكسورة مباشرة بدون همزة الوصل. واضح؟ الاسم، لسم. قولوا ورائي بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق. بئس بئس الاسم، الاسم لسم مخير، بتحب تبدأ الاسم أو لسم، لكن بدأ اختباري لا يتعمد. قل اللهم، قل اللهم. لو وقفنا على قل كيف نبدأ؟ اللهم. انتبهتوا؟ بلام مفخمة، اللهم. أمثلة على الابتداء الاختباري أيضا في عندك في سورة البقرة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي، لو بدأنا بها اؤتمن أمانته. يلا قولوا ورائي فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. اؤتمن أمانته. الكلمة اللي بعدها إن امرؤ هلك. إن امرؤ، امرؤ. واضح؟ طيب عيسى بن مريم. عيسى بن مريم. ابن مريم. ابن مريم. وإن امرأة. وإن امرأة. 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 أن امشوا. أن امشوا. 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 ثم قضوا. ثم قضوا. اقضوا. اقضوا. فقالوا بنوا، هذه في الكهف، فقالوا بنوا. فقالوا بنوا. ابنوا. ابنوا. في السماوات ائتوني. في السماوات ائتوني. في السماوات. في السماوات ائتوني. ائتوني. الروم والإشباع. أيها الإخوة، يقول علماء اللغات، ركز معي حتى تفهم. يقول علماء اللغات إن اللغة كائن حي. كائن حي. ما معنى كائن حي؟ يعني يتطور. انظر إلى صورتك، صورة لك وأنت عمرك 10 سنوات، وانظر إلى صورتك الآن، هل هي مثل بعض؟ الجواب لا.
طب هل هي كائن آخر؟ لا، أنت نفسك. لكن ماذا حدث لك؟ كذلك اللغات. اللغات كائن حي، يدخل إليه كلمات، يخرج منه كلمات، يدخل إليه أساليب، تخرج منه أساليب على مر الأزمنة. العرب في القديم قبل الإسلام كانوا يقفون على الحركة الكاملة في الكلام. انتبهتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نستعين. في الكلام العادي، أنا لا أتكلم عن القرآن. لكن من طبيعة الإنسان عندما يريد أن يقف ينخفض صوته، ينخفض صوته، لأن الوقف كما يقول علماء اللغات محل الاستراحة. الوقف محل الاستراحة، وغالبا يكون هواء الزفير قارب على الانتهاء أو انتهى. انتبهتوا كيف؟ فيصير الإنسان ينخفض صوته. فمع مرور الزمان صار العرب يقفون على جزء من الحركة، بدل من أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين. يعني ضمة منخفضة، كسرة منخفضة. والمتلقي الذي يخاطب، يعني المخاطب، لم يفته شيء من المعنى. هل فاته شيء من المعنى؟ لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم أو قلت بسم الله الرحمن الرحيم بصوت منخفض، هل فاته شيء من المعنى؟ ما فاته شيء من المعنى. ثم بعد ذلك بالنسبة للضمة بالذات صاروا يكتفون فقط بضم الشفتين بدون ما ينطق. يعني كان أول يقول نستعين، ثم صاروا يقولون نستعين ضمة، ثم صاروا يقولون نستعين. يعني هيك ديكور، عرفتوا الديكور؟ شكل بدون صوت. ثم أتى زمان تركوا كل هذه الأشياء وصاروا يقفون بإيه؟ بالسكون، فيقولون نستعين. صار عندي الحركة الكاملة، بعض الحركة الإشمام اللي هو ضم الشفتين بدون صوت، السكون المحض، محض يعني سكون خالص ليس معه شيء. ركز، في زمن النبوة كان الوقف بالحركة الكاملة قد اختفى من المجتمع. شو بقي؟ الروم والإشمام والسكون المحض. مين أكثر؟ السكون المحض. هذا الروم والإشمام موجودين لكن قليل. فقلت لكم إن اللغة كائن حي يتجدد، ومع مرور الزمن حتى الروم والإشمام تركهما الناس وصاروا يقفون بإيه؟ بالسكون. فنحن ندرسهما لأن العلماء ذكروهما كواقع لهجي للعرب في زمن نزول القرآن. ففي زمن نزول القرآن الحركة الكاملة الوقف فيها، الوقف على الحركة الكاملة غير موجود إيش؟ الروم والإشمام والسكون المحض، وأكثر شيء السكون المحض. انتبهتوا كيف؟ هل عرفتم شو قصة الروم؟ إنه ليش هذا الروم؟ انتبهتوا؟ هذا موجود في لغات. هلا مثلا خذوا بالإنجليزي في الماضي كانوا يقولون لبعضهم thank you. الآن إذا بتقول thank you بيضحك عليك، بيقولوا thanks. شوفوا أيها أقل حروفا؟ thank you. هذا ما عاد في يو، لا عاد في. بالفرنسي كانوا يقولون comment ça va، يعني كيف حالك؟ comment ça va.
الآن إذا بتقول لواحد كومان سافا بيقول لك هذا إيش فيها؟ مجنون هذا. إيش هذا كومان سافا؟ الآن يقولون سافا سافا، يقول الأول للثاني سافا، الثاني بيقول له سافا، منتهين. انتبهتوا كيف؟ هذا اسمه يا إخواننا الاقتصاد في الجهد العضلي. شو اسمه؟ الاقتصاد في الجهد العضلي، طالما أنني أستطيع أن أوصل لك المعنى بحروف أقل. لماذا أتعب نفسي؟ انتبهتوا كيف؟ هلأ مثلا في بعض الأرياف في مصر إذا أرادت فلاحة أن تنادي ابنها واسمه محمد بتقول له محمد محمد، ما في دال في الآخر، ما في دال. عرفتوا كيف؟ ليه؟ خلاص هو عرف أن أمه وهي وفرت حرف. بل إن بعض المناطق في مصر يقولون محام، حتى محمى هذه الألف تركوها. شو بيقولوا؟ محام. استحام، يعني اذهب واستحم يعني. في مصر في الريف في الأرياف إذا قلت لواحد فلاح السلام عليكم بيقول لك سحت الله وبركاته. سحت الله وبركاته، بالله عليكم شو هذه؟ سحت الله وبركاته. هو قصده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي عملوا إدغام كبير. شو بيقولوا؟ سحت الله وبركاته. تفضل تفضل يعني تفضل. يعني يأكلون الحرف الأخير وفي كثير من البلاد هكذا. انتبهتوا كيف؟ فالاقتصاد في الجهد العضلي شيء يفعله الإنسان أيا كان شعبه. انتبهتوا كيف؟ حتى في شعوب تكتفي بالنفس. كان عندي سائق في جدة من 30 سنة تقريبا اسمه محمد. أقول له محمد ذهبت للموضوع الفلاني؟ يقول لي أنا أقول لحالي خير، يعني عنده مشكلة في الجهاز الهضمي ولا تاري. في لغتهم هو أجابني إنه نعم ذهبت، لكنه ماذا فعل؟ شفط نفس عنه. شو شفط بقى أيوة هذه. انتبهتوا؟ معناها نعم. انتبهتوا كيف؟ يعني حتى كمان هدول القريبين من هنا شو اسمهم يا أولادي؟ أنت يا فريد؟ لك لا أي في شعب في داغستان الأورية. كيف ينطقون القاف؟ والله التجويد المصور أهون. عيدة لا حول ولا قوة. تبنا إلى الله. إذن خلاصة الكلام يعني الإنسان من حيث هو إنسان إذا استطاع أن يوفر الجهد العضلي ويوصل المعنى للمتلقي دون أن يفوته شيء يفعل. انتبهتوا كيف؟ العنوان الروم والإشمام. الروم أيها الإخوة، رام الشيء يرومه أراده. رام الشيء يرومه أراده، يعني هو أراد الحركة لكنه ما أتى بها كاملة. الإشمام مشتق من الشم. كيف أنت لما تشم تشم رائحة طيبة لا تشم غير طيبة، شم طيبة بقى. هكذا. فالإشمام يعني أشم الحرف رائحة الحركة. يعني قرب الحرف من الحركة بس ريحة. انتبهتوا كيف؟ الروم ركز، هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما. انتبهنا؟ يعني بيبقى قليل. نستعين هذه حركة كاملة. نستعين ضمة منخفضة. أقول قولوا ورائي نستعين.
نستعين الرحيم الرحيم الله الله الدين الدين مالك مالك الفيل. الفيل. نعم، من العرب من يفعل ذلك عند الوقف. هذا الروم. قاعدة: عند الوقف بالروم على الحرف المنون المضموم أو المكسور فإننا نحذف التنوين، هذا مهم، ونقف ببعض الضمة في المضموم وببعض الكسرة في المكسور. يعني حكيم لما نقف عليها بالروم ما منقول حكيم، ما بنجيب تنوين، التنوين يحذف ونخفض صوتنا بالضمة. حكيم. قولوا حكيم. حكيم عظيم. عظيم كصيب. كصيب حاسد. حاسد. كسرها تنوين ذهب، التنوين ايش؟ ذهب او فضة. قاعدة: الروم حكمه حكم الوصل. طبعا هذا اللي عم نحكي عنه من كماليات علم التجويد. لا تدرسوا للطلاب، هي أنا عم بقول لكم الطلاب خليهم يوقفوا بالسكون المحض وانتهينا. مو توجعوا لهم راسهم للطلاب تقول له الروم وإشمام ويهربوا. أيها الناس إن منكم منفرين، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين. عرفتوا شو يعني منفرين؟ يعني يجعلون الناس يهربون. انتبهتوا؟ فالطلاب يكفي أن يقفوا بالسكون وفقط. هذا يعني بحث كمالي لأهل التخصص والتعمق والإجازة. الروم حكمه حكم الوصل. طيب في الوصل هل يوجد مد عارض للسكون؟ الجواب لا. كذلك الكلمة التي نقف عليها بالروم ما فيها مد عارض للسكون. يعني ما يصح أن أقول نستعين، لا يصح. إذا أردت أن تقف الروم تأتي بحركتين بس، نستعين. انتبهتوا كيف؟ كذلك الأمر مثلا فيغفر لمن يشاء، فيغفر الراء مضمومة وبالتالي مفخمة، هذا في الوصل. طيب لما بوقف تسكن فيغفر، فير شو صارت الراء؟ ساكنة وقبل مكسور مرققة. إذا وقفنا بالروم نفخم فيغفر، لأننا سننطق راء مضمومة صوتها منخفض. كل هذا يعني ليس للمبتدئين. الإشمام: لغة مأخوذ من أشممته الطيب، أي أوصلت إليه شيئا يسيرا من رائحته. واصطلاحا عند المجودين يعني هو ضم الشفتين. متى؟ بعيدة. بعيدة يعني بعده مباشرة. بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت، ولا يدركه المكفوف. لو في المجلس في واحد لا يرى لا ينتبه للإشمام لأنه لا أثر له في السمع. انتبهتوا؟ نحو انظروا نستعين، منظر بس منظر. الرحيم، أليم. انتبهتوا؟ يلا مع بعض نستعين. نستعين. الرحيم. الرحيم. أليم. أليم. انتبهتوا؟ نعم. له أثر في السمع؟ لا. حكمه حكم الوقف، يعني بيجي عليه العارض للسكون. لك أن تقول الإشمام مع حركتين وأربعة وستة عند الوقف. قاعدة: الإشمام حكمه حكم الوقف بالسكون، فيمد معه العارض للسكون، ويعامل الحرف الموقوف عليه بالإشمام من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الساكن. ما لا يدخله الروم والإشمام. في أشياء العلماء قالوا لا العرب لا تستعمل الروم والإشمام فيهما. ما هي؟ هاء التأنيث المكتوبة هاء
قالت الملائكة تو. طب وقف عليها الملائكة. ها، طب فيها روم؟ ما فيها روم. فيها إشمام؟ ما فيها إشمام. واضح؟ ميم الجمع على قراءة الصلة، الذين يقرؤون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم، هل إذا وقفوا يقولون هم أو هم؟ لا روم ولا إشمام. الحركة العارضة مثل إيش؟ قل اللهم مالك الملك. قلي، هي قل فعل أمر، والفعل الأمر مبني على السكون. لماذا قلنا قلي؟ للتخلص من التقاء الساكنين. هل عند الوقف يصح أن أقول قولي؟ لا. وتفصيل ذلك في اللوحات التالية، انظروها أنتم في التجويد المصور. ها الضمير كمان هذه في لها كلام طويل، يعني ما كتير، اقرأوا أنتم. كيفية الوقف على أواخر الكلمات القرآنية، انتبهوا لهذا، هذا يلخص لنا البحث. الكلام العربي أيها الإخوة آخره يا أما سكون أصلي مثل من وعن، أو فتحة، انتبهتوا كيف؟ مثلا إياك، أو ضمة مثل نستعين، أو كسرة مثل الرحيم. انتبهتوا؟ فإن كان آخره سكون في الوصل من باب أولى عند الوقف أن نقف بالسكون. انتبهتوا؟ فإذا كان السكون أصلي لما نقف من، كيف نقف عليها؟ من فيها روم، شو بدك تروم؟ تروم السكون؟ فيها إشمام؟ ما في إشمام يا رجل. الفتحة إياك كمان سكون محض، ما في غير السكون، لأن الفتحة لا روم ولا إشمام. الكسرة مثل الرحيم فيها أحد أمرين، إما السكون أو الروم، اللي هي الرحيم أو الرحيم وبس. طيب نعبد، الضمة هذه لك أن تقف بالسكون أو بالإشمام أو بالروم. بالسكون تقول نعبد وريح حالك وريحنا، أو بالإشمام نعبد، أو بالروم نعبد. انتبهنا؟ السكون يريح العباد والبلاد. الوقف على المنون قلنا بأننا نحذف التنوين ونقف بالسكون. الألفات السبعة، كم الساعة؟ 36. طيب، يعني أنا مشروح صدري، نحن الآن يعني الحمد لله قطعنا مشوار جيد جدا. الأبحاث الأساسية مضت. مشروح صدري أن نقرأ كل يوم صفحة مع بعض، تلاوة تعليمية. ما رأيكم؟ الموافق ارفع يده. 71 72 73، يلا بكفي. أقرأ ثم تقرؤون خلفي بصوت واحد، ما بدي واحد طالع وواحد نازل. نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض. واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون.
ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقنا، هذا تناوب بين الحروف، مفخم مرقق مفخم مرقق، فنرقق المرقق ونفخم. وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا في قبل ما وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا كو القا مفخمة الكو مرققة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا. لما نقول سراجا ننطق صوتين معا، صوتين مع واو من الشفتين وغنة من الأنف. إذا قال القارئ سراجا أتى بواو ولم يأتي بالغنة. وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخ من النون المرققة إلى الخاء المفخمة، لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا. لماذا فخمنا الراء؟ لأنها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون
يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نسأل الله العافية. الله لا يرينا جهنم ولا يجعلنا من أهلها، آمين يا رب. يعني هكذا كل حلقة مما تبقى من هذه الدورة نقرأ شيئا مما تيسر. نسأل الله أن نجعل فيه الخير والبركة، اللهم آمين. غدا إن شاء الله تعالى نلتقي ونتكلم عن الألفات السبعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.